السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. المرجو الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد والإعجاب بأن عجبكم الفيديو. ماذا وراء إلغاء الندوة الجواهري وسحب بيان مجلس البنك المغرب؟ بشكل مفاجئ ألغى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ندوته الصحفية الأولى في سنة 2023، والتي كانت مقررة عصر أمس عقب الاجتماع الفصل الأول للبنك المركزي خلال هذا العام، بعد انتظار الصحفيين لحوالي 50 دقيقة في مقر البنك لموعد انطلاق الندوة الصحفية. تم إخبارهم بشكل مفاجئ بالتأجيل لظروف شخصية تتعلق بوالي بنك المغرب. هناك من اعتقد أن أزمة صحية ألمت بالسيد الجواهري، وهناك من فسر ذلك بالتزام مهني طارئ. المعطيات تفيد أن الاستعدادات للندوة المعتادة بعد اجتماع البنك ظلت متواصلة حتى الساعة 4:15 من مساء أمس الثلاثاء، وأن شيئا ما وقع في الدقائق الأخيرة. وبشكل مفاجئ قرر والي بنك المغرب إلغاء الندوة دون أن يعلم أغلب مسؤولي البنك بحيثيات ذلك. فما الذي حدث؟ مجلس البنك اتخذ في اجتماعه صباح أمس قرارات وناقش جزءا من اختيارات حكومة أخنوش، ومنها رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، وأعلن بأنه علم باستعداد حكومة لرفع دعم الأسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، معتبرا أن شأن ذلك أن يبقى